مع لد أعدائها. ولسه مكملين مع الحرب العالمية الأولى والخيانات اللي حصلت فيها، لكن المرة دي اللي خان الدولة العثمانية ما كانش فرد، ده كان شعب كامل، وهو الشعب الأرمني. في الوقت ده كان الأرمن عايشين في شرق الأناضول، وكانوا واخدين حقوقهم كاملة وعاشوا قرون تحت حماية الدولة العثمانية، وبيبنوا كنايس وتجارتهم شغالة وكل حاجة تمام. وكانت الدولة العثمانية وقت الحرب بتحارب روسيا في المنطقة دي، لكن اللي حصل في الحرب دي قلب الطاولة على العثمانيين، والأرمن شافوا إن الدولة العثمانية خلاص بتموت، وإن ده الوقت المناسب اللي يستقلوا فيه عنها، فبدأوا يتحالفوا مع الجيش الروسي ويتعاونوا معاه، وقدموا للروس معلومات كتير عن تحركات الجيش العثماني وساعدوه في تخريب خطوط الإمداد العثمانية. ومش بس كده، ده بدأوا يشكلوا عصابات مسلحة ويهاجموا معسكرات الجيش العثماني، وبقوا يضربوهم في ظهرهم، وبدأوا يعملوا تمردات مسلحة في مدن وقرى شرق الأناضول، وهاجموا قوافل الجيش وقتلوا مدنيين مسلمين من الأتراك والكرد. وفي معركة ساري قميش، أنور باشا كان بيحلم بنصر كبير يعيد أمجاد الدولة، وفكر انه يطوق الجيش الروسي من 3 جهات. ولما دخل الجيش العثماني الجبال كان البرد غير طبيعي والشتاء كان قارس، والعثمانيين ما كانوش عاملين حسابهم على البرد، ومات اعداد كبيره منهم قبل ما يواجهوا الروس اصلا. والارمن ضربوا ضربتهم في الوقت ده ودلوا الروس على مكان الجيش العثماني وهاجموا خطوط الامداد والمؤن. وفي الحرب دي مات اكتر من 90,000 جندي. طبعا انور باشا كان سبب من اسباب الخساره في المعركه دي، بل ان هو السبب الاكبر، لكن انور باشا برر خسارته في المعركه دي انها كانت بسبب البرد والخيانه، وبسبب الخساره في الحرب دي هبه الجيش العثماني راحت في القوقاز، والهزيمه دي شجعت الروس على التوغل اكتر